السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، في سالف العصر والأوان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام كان في ولد اسمه سليم بيحب يدندن طول الوقت، وهو ماشي يدندن، وهو بيرتب أوضته يدندن، حتى وهو بيذاكر يدندن. لكن المشكلة إن سليم كان كل ما يبدأ حاجة جديدة يسيبها بسرعة. يتعلم رسم يومين ويبطل، يلعب كورة أسبوع ويمل، يحفظ قرآن شوية وبعدها ينسى يكمل. وفي ليلة هادية كان سليم قاعد في أوضته زعلان لأنه حس إنه مش شاطر في أي حاجة. سمع صوت نغمة غريبة جاية من تحت السرير، تين تين تتتان. بص سليم بخوف بسيط وقال: مين هناك؟ فجأة خرج صندوق موسيقى صغير لونه أزرق وبيلمع، بيلف لوحده ويطلع نفس النغمة الجميلة. وقال الصندوق بصوت لطيف: أنا نغمة النجاح. اتعجب سليم وقال: نغمة النجاح يعني ايه؟ رد الصندوق: أي حد بيسمعني ويعرف سري يقدر ينجح في أي حاجة. نط سليم بحماس: قولي السر بسرعة. ضحك الصندوق وقال: السر مش كلمة، السر رحلة. وفجأة لمع الصندوق ولقى سليم نفسه في مكان غريب مليان سلالم طويلة جدا، وكل سلمة مكتوب عليها كلمة: محاولة، صبر، تكرار، تركيز. وفي آخر السلالم كان في باب ذهبي ضخم. قال سليم: أكيد الباب ده فيه النجاح. لكن أول ما طلع 5 درجات من السلم تعب، فقعد وقال: السلم طويل قوي، مستحيل أوصل. وفجأة اختفت النغمة الجميلة. سأل سليم بخضة: هي راحت فين؟ ظهر الصندوق وقال: نغمة النجاح بتختفي لما تستسلم بسرعة. وقف سليم مرة تانية وبدأ يطلع